الآن يبدو بأن الرباط باتت لا تتحكم في شؤونها الداخلية وحتى الخارجية، متخذة من الجزائر هدفا لممارسة هوسها. فبعد تصريحات محمد السادس التي اتهم فيها الجزائر بعرقلة مسيرة الاتحاد المغاربي، ها هو وزير خارجية صلاح الدين مزاري عاد ما قاله محمد السادس في حملة إعلامية شرسة يشنها نظام المخزن ضد الجزائر. سيد أحمد هتيبل. أياما قليلة فقط من تهجم العاهل المغربي على الجزائر، متهما إياها بتعطيل مسيرة الاتحاد المغاربي ورفضها لفتح الحدود. ها هو وزير خارجيتها صلاح الدين مزوار والآخر يتهم الجزائر بمسؤولية استمرار جمود الاتحاد المغربي وعرقلة بنائه. هو أن الجزائر لا تسير في اتجاه دعم دينامية البناء المغاربي، لأنها لاعتباراتها الخاصة تعتبر بأن بناء اتحاد المغرب العربي يمكن أن يؤثر على إيديولوجيتها ونظرتها للإشكاليات المرتبطة بالمنطقة. انتهاج نظام المخزن لسياسة استفزازية من خلال تصريحات عديدة من وزرائه على غرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية المغربي مباركة بوعيدة، ومن بعدها سفير المملكة المغربية بهيئة الأمم المتحدة عمر هلال، بالإضافة إلى التصريحين الأخيرين للعاهل المغربي ووزير الخارجية، وما دفعهما إلى وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الصحراوي وقضيته العادلة. فشل الدبلوماسية المغربية على المستوى الدولي وحتى فشل السياسة على المستوى الداخلي فيما يتعلق بإدارة مسألة الصحراء الغربية جعله يلجأ إلى ذرائع لتبرير هذا الفشل بإلقاء اللوم على الجزائر وتوظيف هذا الخطاب الذي تعودنا عليه منذ سنوات لتبرير مثل هذا الفشل. تبقى إذن السلطات المغربية تحاول بكل الطرق ضرب الجزائر بعد أن فشلت سياسة محمد السادس فرض نفسها داخل الوطن وخارجه.